كنت دايما بشوف نفسي من الناس اللي حياتها مستقرة ويمكن أكتر من مستقرة. أنا نور، عندي 28 سنة، متجوزة كريم من بعد قصة حب طويلة جدا استمرت 5 سنين. تعرفنا في الجامعة وحبينا بعض بطريقة ما خلتناش نستوعب إن في حياة غير بعض. خطبنا بعد ما اتخرجنا بسنتين واتجوزنا بعد الخطوبة بسنة. كريم كان مختلف عن أي حد شفته في حياتي. كان شقي بدرجة مش طبيعية، ودمه خفيف وبيحب الهزار والضحك. كل حاجة فيه كانت بتجذبني، بس أكتر حاجة كانت متعلقاني بيه هي طريقة تعامله معايا. كان بيعرف يخليني مبسوطة في أي وقت، وخلاني أحس إن الدنيا حلوة طول ما هو جنبي. بعد الجواز بسنة جبت منه ولد. ابني كان أجمل حاجة في حياتي، وشبه كريم بشكل كبير. كان عندنا كل حاجة: فلوس، حب، فهم، احترام. كنا بنخرج كتير، بنسافر، بنقضي وقت حلو مع بعض. الناس كلها كانت بتحسدنا على شكلنا، على تفاهمنا، على كل حاجة. بس كله اتغير فجأة. كريم خسر شغله بسبب ظروف صعبة، واضطر يقفل المحل اللي كان شغال فيه. قرر يسافر جوه البلد عشان لقى شغل براتب كويس، بس الشرط إنه هينزل بس كل 20 أو 25 يوم لمدة 3 أيام بالكتير. أنا كنت فاكرة إني هقدر أتحمل، بس بعد 4 أيام من سفره اكتشفت إني مش قادرة. كل يوم كان بيعدي كان أصعب من اللي قبله. كنت بفتكر كل موقف حلو قضيناه، وكل ضحكة، وكل كلمة قالها. الاشتياق كان بيزيد بطريقة مدمرة، وكنت بحس إن أنا هتجنن من كتر ما أنا محتاجاه. كنت بخرج مع ابني كتير عشان إلهي نفسي. كنت بروح بيه الحديقة، الكافيتيريا، أي مكان يخليني أحس إني لسه عايشة. في الوقت ده كنت بلبس أحسن حاجة عندي، بعمل ميك اب حلو، بحط برفان غالي، عشان أحس إني لسه جميلة ومطلوبة. مش عشان حد تاني، لأ، عشان نفسي. كنت كل يوم أتصل بكريم، أسمع صوته وأحس إن الدنيا لطيفة شوية. بس بعد كام أسبوع بقيت لما أسمع صوته أحس بالألم أكتر. بقيت عايزاه يكون موجود معايا، مش مجرد صوت في التليفون. بقيت أحس إن حياتي وقفت من غيره. وهنا بدأت الأمور تاخد منحنى ما كنتش متخيلة إنه يوصل لكده أبداً. في الجزء الجاي هتعرفوا إزاي التقيت بشخص غير حياتي كلها، وإزاي من نظرة واحدة بدأت حكاية كنت فاكرة إنها هتكون مجرد تسلية، بس طلعت مدمرة أكتر ما أتخيل. في أول شهر لسفر كريم كان باقي 25 يوم كاملة عشان يرجع. كنت حاسة إني بغرق في وقت طويل جدا، كل يوم كان بيعدي ببطء، وابني الصغير كان هو اللي مخليني متماسكة. في يوم من الأيام كنت قاعدة في كافيتيريا بحبها، وابني كان بيلعب في منطقة الأطفال. كنت لابسة أحسن هدومي، عاملة ميك اب حلو، بحاول أشغل نفسي بأي طريقة. وفجأة حسيت بعينين علة. رفعت بصة، لقيت راجل قاعد في الترابيزة اللي جنبي، وبيتفرج عليا بطريقة مش طبيعية. أول حاجة جت في بالي إني أتضايق، بس بشكل غريب حسيت إن نظراته دي كانت بتخليني أحس إني لسه جميلة، إني لسه مرغوبة، إني لسه موجودة. الراجل ده ما قعدش يتكلم، بس كان بيبصلي بابتسامة خفيفة، وعيونه كانت بتتكلم أكتر من أي كلام. فضلت ساكتة ومشيت بعد شوية، لكنه قام ومشي ورايا لحد باب الكافيتيريا. لسه ما كلمنيش. تاني يوم رجعت نفس المكان، ولقيته قاعد على نفس الترابيزة. تالت يوم كمان. في اليوم الرابع معرفتش أتمالك نفسي، روحته وقعدت قدامه وسألته إيه اللي عايزه مني بالظبط. ضحك وقال ولا حاجة، بس ست جميلة زيك صعب ما تبصش ليها. من أول ما شفتك وعيوني خطفتني ليكي. حسيت بقلبي بيرتعش زي أي بنت مراهقة. ضحكت ومشيت، بس هو جه ورايا تاني وطلب يقعد معايا. وافقت، وفضل يتكلم عن جمالي، عن شكلي، عن طريقة كلامي، عن أي حاجة فيا. كان كلامه حلو وناعم، وكان بيخليني أحس إني مميزة. لما عرف إني متجوزة اتضايق وقال يا ريتني عرفتك من زمان. سألني إذا كان ممكن نشوف بعض تاني. قلت له إن جوزي مسافر وهيرجع كام يوم، بس مش هيقعد كتير. سألني
هيقعد كام يوم؟ قلت 4 أيام. قال يعني ممكن أشوفك قبل ما يرجع؟ رفضت اديته رقمي في الوقت ده، بس الحقيقة إني كنت كل يوم ألبس وأتجهز عشان أشوفه. كنت بستنى وجوده، بستنى كلامه، بستنى إن حد يخليني أحس إني لسه حية من جوه. كريم رجع وقضينا مع بعض 4 أيام. كانت أيام حلوة بس مش زي الأول. كان باين عليا إني متغيرة، لكن هو ما حسش حاجة. وبعد ما سافر حسيت إني عايزة الشخص التاني أكتر من أي وقت مضى. في الجزء الجاي هتعرفوا إزاي اديته رقمي رغم إنفي، وإزاي من مكالمة واحدة بقيت مدمنة وجوده في حياتي اليومية. بعد ما كريم سافر تاني الدنيا اختلفت خالص. ما بقتش قادرة أنام من غير ما أسمع صوت الشخص ده. ما بقتش قادرة أخرج من البيت من غير ما أبقى عارفة إني هشوفه. بقيت أعمل حاجات عمري ما تخيلت إني أعملها. اديته رقمي بعد أسبوع من رجوع كريم للسفر. كنت بحاول أقنع نفسي إن ده عادي، إن أنا بس محتاجة حد يتكلم معايا، إن جوزي مش موجود ومش هيفرق. بس الحقيقة إني كنت بضحك على نفسي. بدأنا نتكلم كل يوم. أول كام يوم كانت مكالمات قصيرة، كام دقيقة وبس. بعد كده بقت ساعات. كنت أنتظر مكالمته كل يوم بفارغ الصبر، ولو تأخر شوية كنت بتوتر واتخنق. الموضوع بقى زي الإدمان بالظبط. كريم كان بيتصل بيا كتير، بس كنت بأجل الرد، أو بقول إني نايمة، أو إني مش واقفة على الموبايل. كنت بكذب عليه من غير ما أحس بالذنب. كنت شايفة إني بعمل اللي يريحني، وإن هو مش موجود أصلاً عشان يحس بيا. الشخص ده بقى يعرف كل حاجة عني. كان فهمني من نظرة، عارف إني بحب إيه، عارف إيه اللي يضايقني، عارف إزاي يخليني مبسوطة. كان بيخليني أحس إن أنا ملكة الدنيا، وإن مفيش حد زيي، وإنه طول عمره كان بيدور على واحدة شبهي. بدأنا نتقابل كتير برضه. كان بيجيلي البيت وأنا وابني نايمين. نقعد ساعات نتكلم، نضحك، نعمل حاجات كتير كنت فاكراها انتهت من حياتي. كريم بقى مجرد رقم في الموبايل، والشخص ده بقى هو كل حاجة. في الوقت ده كريم لما كان بينزل كان متغير، ما بقاش زي زمان. ما بقاش شقي ولا فرفوش ولا مهتم. كان بينزل بس عشان يرتاح من السفر، يقعد يومين ويمشي. كان تعبان مكسور ومش قادر يوصلني لأي حاجة كنت محتاجاها. أما الشخص التاني كان موجود طول الوقت، بيخليني مبسوطة، بيحسسني إني مهمة، بيخليني أنسى إني حتى متجوزة. وبعد فترة خدت قرار مصيري. طلبت من كريم الطلاق. أول مرة رفض. قال لي إحنا بنحب بعض، ليه تعملي كده؟ سكت وعدى الموضوع. بعد شهر طلبت تاني. المرة دي اتفاجأت إنه وافق من غير ما يتكلم كتير. قال لي انتي مش نفس الشخص اللي اتجوزته. انتي بقيتي عايزة حاجات أنا مش قادر أوصلها لك. خليكي في الشقة، أنا هصرف عليكي وعلى ابني، بس ما تستنيش مني حاجة تاني. كلامه وجعني، بس وقتها كنت مقتنعة إني خدت القرار الصح. في الجزء الجاي هتعرفوا إيه اللي حصل بعد الطلاق، وإزاي الشخص اللي كنت فاكرة إني بحبه طلع مش عايز يتجوزني، وإزاي حياتي تحولت لجحيم حقيقي. بعد الطلاق كنت فاكرة إن حياتي هتبدأ من جديد مع الشخص اللي خلاني أسيبه. كنت متخيلة إنه هيطلب إيدي في نفس اليوم، وإن إحنا هنعيش زي الأمير والأميرة، وإن كل حاجة هتبقى أحلى من الأول. صدمتي كانت قوية جدا لما قال لي أنا مش بحب الجواز. استغربت. قلت له ليه؟ إحنا بنحب بعض، إحنا عايزين نكمل سوا. ضحك وقال أنا بحبك وبتحبيني، مش محتاجين ورقة عشان نفضل مع بعض. الجواز بيقتل كل حاجة حلوة. لما بتجوز بحس إني وصلت لكل حاجة وبزهق. حاولت أقنعه، حاولت كتير. قلت له إن الورقة دي مهمة، إنها بتدي حقوق، إنها بتحمل علاقة. بس هو كان رافض رفض تام. قال لي خلينا زي ما احنا مبسوطين، بنقضي وقت حلو مع بعض من غير وجع دماغ. ووافقت، مع إني جوايا كنت حاسة إني بعمل غلطة كبيرة، بس كنت متعلقة بيه لدرجة إني مش قادرة أرفض أي حاجة. الأمور بدأت تتغير شوية بشوية. بقى يطلب مني إني أتعرف على أصحابه. في الأول كنت برفض، بحس إن ده كتير عليا، بس هو كان بيضغط عليا ويقولي أنتي دلوقتي حياتك معايا، وأصحابي جزء من حياتي.
في يوم من الأيام كان عيد ميلاده. قررت أعمل له مفاجأة. جهزت حفلة صغيرة في البيت، لبست أحسن هدومي، عملت ميك اب حلو، وكنت مستنياه يقعد معايا لوحدنا زي ما وعدني. فتحت له الباب، اتفاجئت إنه جاي مع صديقه من غير ما يقولي، من غير ما يكلمني. شافني بالشكل اللي أنا كنت متجهزاه وضحك. أنا حسيت إني محرجة قوي. دخلت غرفت، غيرت هدومي ونزلت. اتخانقت معاه. قلت له: إزاي تجيب حد من غير ما تقولي؟ قال لي: عادي، يعني إيه، ده صاحبي مش غريب. حسيت إن كل مجهودي راح على الفاضي. بس عشان ما يحصلش مشكلة كبيرة، نزلت رحبت بصاحبه وقعدنا. في اليوم ده حصل حاجة عمري ما تخيلتها. اداني حاجة شربتها. قال لي: دي هتخليني أهدى وأبسط. شربتها من غير ما أعرف إيه هي. بعد شوية حسيت إني مش قادرة أتحرك كويس، مش قادرة أتكلم، مع إني كنت فاهمة كل حاجة حواليا. صحيت تاني النهاردة، اتخانقت معاه خناقة كبيرة جدا. قلت له إن أنا مش اللي هو فاكرني، وإن أنا مش هقبل بأي طريقة من اللي هو عايزها. ضحك في وشي وقال لي كلمة غيرت كل حاجة. في الجزء الجاي هتعرفوا إزاي الشخص ده هددني وقال لي إني مش هعرف أعيش من غيره، وإزاي حياتي بقت جحيم حقيقي، وإزاي بقيت مش عارفة أهرب ولا أرجع ولا أروح لمين. ضحك في وشي وقال: أنتِ فاكرة إن ليكي اختيار؟ فاكرة إن حد هيصدقك بعد كل اللي عملتيه؟ أنتِ اللي طلبتي الطلاق من جوزك عشاني، أنتِ اللي اديته فرصة يخليني أدمر حياتك. وقفت مكاني مش عارفة أرد. حسيت إني مغلوقة في قفص. كمل كلامه: أنا عارف كل حاجة عنك، عارف إن أهلك مش في البلد، عارف إن جوزك السابق مش هياخدك تاني، عارف إن مفيش حد جنبك. أنا اللي مخليكي عايشة دلوقتي، ولو مش عاجبك شوفي حد تاني. حاولت أهدي. قلت له: أنا مش هفضل في العلاقة دي، أنا مش هعيش بالطريقة اللي انتي عايزها. قال لي: طيب امشي، امشي بقى، بس هتشوفي إن محدش هيساعدك. أنا عارف إنك جربتي حاجات معايا، مش هتعرفي تعيشي من غيرها. انتي مدمنة دلوقتي، مش بس عليا، على الحاجات اللي خليتك تنسي نفسك. كان بيقول الحقيقة. أنا كنت وصلت لمرحلة مش عارفة أعيش من غير الحاجات اللي هو مديهالي، مش عارفة أعيش من غير وجوده، حتى لو كان بيأذيني، حتى لو كان بيحسسني إني قليلة. أنا كنت متعلقة بيه بشكل مش طبيعي. الأيام اللي بعد كده كانت أسوأ ما في حياتي. بقى يجيب ناس جديدة كل يوم، بقى يخليني أعمل حاجات عمري ما تخيلت إني أعملها، وأنا ساكتة ومش بقول حاجة. كنت خايفة، خايفة من العودة للوحدة، خايفة من إن محدش يفهمني، خايفة من نظرة الناس لو عرفوا إني سبت جوزي عشان حد زي ده. في يوم من الأيام كنت قاعدة لوحدي في البيت، وسمعت صوت ابني وهو بيضحك. بصت له، لقيت عيونه اللي شبه كريم، ودماغي رجعت لسنة كاملة ورا. افتكرت كريم وهو بيضحك معايا، وهو بيقول لي إني أجمل حاجة في حياته، وهو بيحضني قبل ما يسافر. وقتها حسيت إني عملت غلطة مش هتتعوض. حسيت إني ضيعت حياتي على الفاضي. بس السؤال اللي كان مقرقني: هل هقدر أرجع؟ هل كريم هيسامحني؟ هل أنا أصلاً أستحق السامح؟ ما كنتش عارفة الإجابة، بس كنت عارفة إن اللي أنا فيه دلوقتي مش حياة. اللي أنا فيه ده جحيم، ومش عارفة أخرج منه. أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، مش عارفة أهرب ولا أكمل. كل ما أحاول أسيبه بيرجع يهددني، يقولي إنه هيفضحني، إنه هيصورني، إنه هيقول لكل الناس إني اللي رحت له وإني اللي طلبت منه. أنا خايفة، خايفة على نفسي، خايفة على ابني، خايفة من المستقبل، ومش عارفة أروح لمين. جلست لوحدي في الأوضة وابني نايم جنبي. كنت ببص في المراية، معرفتش الشخص اللي واقف قدامي. دي مش أنا، دي بنت تانية، بنت ضيعت حياتها، بنت خانت اللي بيحبها، بنت راحت ورا كلام حلو من شخص مش حقيقي. تليفوني رن، كان كريم. رديت بخوف. قال: نور، عايزة أطمن عليكي وعلى ابني. عارف إني مش ليا حق، بس أنا بفكر فيكوا كتير. دمعي نزل من غير ما أحس. قلت له: كريم، أنا أسفة، أنا أسفة على كل حاجة. سكت شوية وقال: أنا عارف إنتي فين دلوقتي، أنا عارف كل حاجة.
في ناس قالت لي وعارف إن اللي معاكي ده مش كويس. قلت له سامحني، أنا كنت غبية، أنا ضيعت كل حاجة. قال أنا مش عارف أسامح دلوقتي، بس أنا مش عايز ابني يتربى في البيئة دي. أنا جاي أخده بكرة، مستنيني في البيت. أغمى عليا، مش عارفة أرد. ابني يروح مني؟ مش هشوفه؟ دي كانت أقصى عقوبة ممكنة. حاولت أتكلم بس هو قفل التليفون. في نفس الليلة الشخص اللي كنت معاه جه، شافني بعيون منتفخة من العياط، ضحك وقال أهو اللي جالك بقى، جوزك عارف كل حاجة، أنا اللي قلتله عشان تاخدي جزائك. حسيت إني هموت من الألم، مش عارفة أرد، مش عارفة أعمل أي حاجة. قعدت على الأرض وهو مشي وسبني. مشي بعد ما دمر كل حاجة في حياتي. الصبح كريم جه، أخد ابني من غير ما يكلمني. بصلي بصة غريبة، كان فيها ألم وندم وشفقة في نفس الوقت. قال أنا آسف إني سبتك لوحدك، بس أنت اللي اخترتي الطريق ده. وسابني لوحدي في شقة فاضية. أنا دلوقتي قاعدة لوحدي، مفيش حد جنبي. جوزي سابني، الشخص اللي كنت معاه سابني، أهلي مش هنا، صحابي خافوا مني، كل حاجة ضاعت. بس في حاجة واحدة عرفتها دلوقتي، إني لازم أبدأ من جديد، حتى لو من غير حد، حتى لو لوحدي، حتى لو هتعب. أنا مش هفضل كده، أنا مش هفضل ضحية لاختياراتي. أنا هحاول أصلح نفسي الأول، هحاول أرجع للشخص اللي كنت عليه قبل ما كل ده يحصل. مش عارفة هقدر ولا لأ، بس هحاول، عشان ابني، عشان كريم، عشان نفسي. دي مش نهاية القصة، دي بداية جديدة، حتى لو بداية صعبة، حتى لو بداية وحشة. المهم إني لسه عايشة، ولسه عندي فرصة أتغير. أنا نور، 28 سنة، غلطت غلطة كبرى، بس أنا مش هخلي الغلطة دي تحدد مين أنا. أنا هحارب عشان أرجع تاني. النهاية ولا يمكن تكون بداية جديدة.